الأسئلة المعتادة لمزارعي القمح بعد تمام طرد السنابل: هوقف ري ولا أروي؟ أفطم القمح إمتى من الري؟ طيب يروى كم رية؟ وعموما القمح كله بيروى كم رية؟ طيب أنا رويت في أثناء هبوب الرياح وكان فيه هوا وبتاع والقمح رجعت مني، أعمل إيه؟ طب أعمل إيه عشان أتفادى رقاد القمح؟ طب رقاد القمح بيعمل معايا إيه؟ وبيأثر معايا في الإنتاج ولا ما بيأثرش؟ مشكلة رقاد القمح لها تأثير سلبي على القمح؟ أيوه لها تأثير. هنتكلم في كل التفاصيل دي، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة القمح في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2024-2025. طبعا هجاوبكم على معظم الأسئلة الدارجة والمتداولة بيننا كفلاحين طبعا بعد تمام طرد السنابل. مبدئيا السؤال الدارج قوي بيقول لك هو القمح بيروى كم ري؟ القمح يا باشا بيروى من 4 ريات ل6 ريات وحسب سقوط الأمطار والظروف الجوية. يعني ممكن اروي 4 ريات، ممكن اروي ريتين، ممكن اروي 3، ممكن اروي 4، ممكن اروي 5، ممكن يوصل ل6 ريات. تمام؟ بس حسب الظروف الجويه، في سقوط امطار ورياح وهواء والكلام ده كله بنوقف ري. ما فيش بنظبط اموري كده. تمام؟ طيب السؤال الثاني عايز مثلا انا القمح 3 سنابل عندي، اروي امتى؟ خلي بالك وخليك حريص كل الحرص الفتره ديت، علشان انت داخل مقبل الايام اللي جايه ديت عندك رياح اللي هي الخصومات في 10/3 تقريبا 10/3 بتقعد 7 ايام 7 ايام من الخصوم. تمام؟ ويجي بعدها في شهر 4 الرياح الخمسين. فانت حريص كل الحرص الفتره ديت اتفادى الهواء والرياح والكلام ده كله. يعني مثلا ما اجيش اروي والجو فيه هواء ورياح والكلام ده كله، يبقى انا امتى اروي القمح؟ يبقى اروي القمح ما يكونش اتابع الارصاد الجويه جدا، علشان القمح لو رجد مني صعب جدا ان انا اشتغل عليه وان هو يحصل معايا رقاد. طيب يبقى انا لازم اختار التوقيت الصح للري. دايما الري بيكون على الحامي، دايما الري بيكون اخر النهار، يعني وانت داخل عليك ليل، عشان الليل بيبقى فيه سكون، ونصرف الميه بعد الري مباشره. يبقى المفروض نعمل الحاجات ديت. يبقى الري على الحامي، نصرف الميه بعد الري، نختار التوقيت الصح لري القمح. علشان التوقيت الصح ده انت هتعمل مليون خط. ليه؟ عشان معظمنا بيوقع في الخطأ ده، يلاقي الجو الصبح حلو يروح يدور المكنه بتاعته ويصلح الغيط ويشغل المكنه، الهواء يقوم ويكمل ري، يلاقي الغله بتاعته بقت حصيره ورجدت كلها والقمح برجد كله منه. على فكره مشكله الرقاد دي، تعالى اعرفك بس الرقاد بيعمل ايه في القمح. الرقاد ده بيسبب خسائر تصل من 20 ل 25% عندك من المحصول بتاعك. تمام؟ وبيزود معاك برضو تكاليف الحصاد والعماله والكلام ده كله، وبيزود بيعمل معاك ضمور في حبوب القمح وخلاها حبوب صغيره. تمام؟ وبرضو نبات القمح معرض للاصابه بالحشرات زي المن والكلام ده كله، واحيانا بتعرض القمح للفئران انها تاكل منها. ما هو القمح قريب من التربه، فالفئران هتبدا تاكل وتبوظ لنا القمح، فانت هيحصل معاك خساره لا محاله. فانا اختار التوقيت الصح للري. يبقى انا ما اجيش مثلا الجو فيه هواء وراح اروي، لا، اتابع الارصاد الجويه. عندنا علم من علماء الزراعه الدكتور محمد علي فهيم دايما بنزل على صفحته يقول لك روي ما ترويش، روي ما ترويش. الراجل ده ما شاء الله انا واحد من الناس متابعه وانا بحب منشوراته جدا جدا، فهو بيقول لك اعمل كذا، خلي كذا، مروي الجمح ما ترويش الجمح. فانت اسمع للناس ديت، الناس ديت بتفيدك، الناس دي مش محتاجه من حاجه من حد، ان بتقدم معلومه للناس. تمام؟ فهنتفادى موضوع الرقاد. يبقى انا ممنوع الري اثناء هبوب الرياح وسقوط الامطار، اتابع الارصاد الجويه. انا داخل عليا رياح 50 الفتره الجايه ديت، فانا الجو مثلا النهارده وبكره وبعده الجو الاسبوع ده خلال كويس، فانا هروي اخر النهار وري على الحامي واصرف الميه على طول. هطلق المصارف من فوق ومن تحت ومن كل حته عشان ما بيضيفش ميه. تمام؟ عشان انت داخل عليك فتره برضه رياح 50 اللي هي الخصومات، وبعد كده رياح 50 في شهر 4، فانت معرض للكلام ده كله. طيب يا باشمهندس القمح رجد عندي زي ما انتم شايفين في الفيديو قدامكم كده، اعمل ايه؟ مشكله انت وصلت نفسك للمشكله ديت. القمح عندك لو طلع السنابل والحبايه بدات تكتمل، السبله تجلد،
فنختار التوقيت الصح للري. فبالله عليكم نختار التوقيت الصح عشان ما ارجعش يقول يا ريتني ما رويت، يا ريتني ما عملت. على فكره الميه مهمه جدا للجمح بعد 3 سنوات. ما انا فينا طالما الجمح هيرجد مني يا باشمهندس والري هيضرني انا مش مروي، غلط. انت لما توقف الري الجمح من عندك هيحصل عندك فيه عطش شديد، والعطش برضو مع اقل شويه هواء يرجد معاك هيقل معاك الانتاجيه. على فكره الميه بتزود معاك الانتاجيه، ممكن توصل زياده عن اللي ما برويش من دبين 3 دب في المحصول. تمام. فقله الري يسبب معايا حبوب صغيره، عدم اكتمال حبوب الجمح، عطش شديد يسبب يعمل معاك فرط للجمح. اللي يقول لك نزل الجمح بيفرط وما بيفرطش، العطش بيسبب معاك فرط للجمح. تمام. فالعطش برضو هيسبب معايا. طب ما نروي ولا نروي؟ ايوه تروي، بس اختار التوقيت الصح للري. اختار التوقيت الصح للري هتابع الارصاد الجويه. طيب حصل رقاد يا باشمهندس زي ما قلنا كده، وعايزين نحل مشكله الرقاد ديت. مشكله الرقاد يعني هو يعني ايه؟ نص العمى ولا العمى كله، زي ما بيقولوا كده بالفلاحي وبالامثال الشعبيه. انا الجمح رجد مني والسبله اكتملت وتولت، دي صعب انها توقف معايا، بس انا هديها عامل مساعد، عامل مساعد يزج معايا على الاقل انها تبقى ايه؟ توقف شويه كده بعيد عن التربه حتى شويه. تمام. فهنرش كالسيوم بورون، حاجه استات كالسيوم، حاجه سريعه كده زي الجولدن كال ده، هنرش كالسيوم بورون. تمام. ده مفيش حل غير كده. وممكن نرش حاجه بوتاسيوم فوسفور. تمام. انا اسف. هنرش حاجه بوتاسيوم فوسفور برضو لو الجمح رجد مني. تمام. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ابطم الجمح امتى؟ يعني اوقف الري امتى؟ بص يا باشا، انت هتوقف الري امتى؟ عمر الجمح عندك كله من 160 يوم ل 170 يوم، 180 يوم، بيوصل لحد 180 يوم. تمام. فانا ممكن اوقف الري قبل الحصاد بشهر، او بالاحرى لما لون السبل عندك يتحول من اللون الاخضر للون الاصفر الذهبي، ونقولوا عليه الذهب الاصفر بتاعنا، ذهب الجمح الحلو ده يحول معانا وتبقى الحبايه اكتملت والدنيا تمام، يبقى انا هوقف الري في المرحله دي. تمام. الري ثم الري ثم الري. الجو صعب جدا الفتره ديت، في رياح كتير وفي هبات رياح وفي زعابيب وحاجات ياما كده، فنخلي بالنا من الرصاد الجويه، نختار التوقيت الصح للري علشان نوصل للي احنا عايزينه، عشان الجمح بتاعنا ما ينضرش. ما يبقاش عملت كل حاجه وفي جرة قلم او غلطه نضيع كل اللي انا عملته. تمام. سميت ورشيت وعملت كل حاجه، ونيجي مثلا نختار توقيت غلط في الري يدمر معايا المحصول الجمحي، يخسرني ربع المحصول. تمام. 25%. فنختار التوقيت الصح للري، ما نوقفش ري، لا نروي، بس نختار التوقيت الصح. تمام. نروي ري، يعني الجمح بعد 3 سنوات بيروي كام ريه؟ ممكن يروي ريتين او 3 حسب الظروف الجويه. لو في سقوط امطار بنقلل الري، ما فيش سقوط امطار بنروي عادي، ما فيش مشكله. بس زي ما قلت لك برضو نختار التوقيت الصح للري. تمام. دي كان معظم الاسئله الدارجه والمتداوله حاليا على الفيس وعلى اليوتيوب، ان هو يقول لك احنا بنروي امتى ونعمل امتى والكلام ده كله. فيا رب اكون وصلت لكم رساله واستفدتوا حاجه من الفيديو. ولو عندك برضو اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو. تمام. ولو الفيديو عجبك ما تنسناش من دعمك لينا بلايك حلو كده ومشاركه للفيديو. تمام. وتشترك عندنا في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتتابعنا على الصفحه على الفيسبوك لو انت لسه مش متابعنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.